بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. تعالوا نشوف معادلات أساسية ومعادلات مهمة للناس اللي بتشتغل في مصانع الفوط. إيه هي أهم المعادلات لمصانع الفوط؟ انتوا عارفين ان مصر متقدمة جدا في مجال الفوط وبتصدر كميات كبيرة جدا، ربنا يا رب يبارك دايما. أول حاجة للناس اللي شغالين في الجودة في مصانع الفوط معادلة الوزن. وزن المتر المربع لازم تكون عارفه. بتعملوا ازاي وزن المتر المربع أو المعادلة بتاعته ايه؟ المعادلة وزن الفوطة بالجرام، يعني ديت وزن الفوطة بالجرام، ده الجرام أو بالعربي الجرام اهو، في طول الفوطة بالسنتيمتر في عرض الفوطة بالسنتيمتر، وتضرب في 10,000 هيديلك وزن المتر المربع بالجرام على المتر المربع. يبقى الدبليو ديت هي وزن الفوطة بالجرام. يبقى المعادلة ديت معادلة وزن المتر المربع للفوطة بتساوي وزن الفوطة على طول الفوطة في عرضها، والناتج هتضربه في 10,000. ده اللي هو وزن المتر المربع في الدبليو اللي هي وزن الفوطة، ال اللي هي طول الفوطة، الدبليو اللي هي اللي تحت ديت اللي هي عرض الفوطة بالسنتي. يبقى ده أول قانون مهم لمصانع الفوطة، وبرضه بيستخدم في مصانع النسيج. أي حاجة عايز تعرف وزن المتر المربع ليها توزنها، سهل الوزن، بجيب الفوطة بوزنها وعارف، أو العينة لو أنت عندك عينة وزنتها وقسمت على طولها في عرضها في 10,000 هيديك وزن المتر المربع. ده كان أول قانون عندنا. طيب القانون الثاني في الفوطة بالذات هو معادلة الامتصاصية. معادلة الامتصاصية ديت مهمة جدا. ليه؟ لأن الفوطة أساسها الامتصاص. بتعمل إيه؟ أول حاجة بتغمر الفوطة، بتجيب الفوطة وتحطها في مية لمدة 20 ثانية وتسيبها تصفي 5 ثواني، ما تزيدش عن كده، وتقيس الوزن بتاعها. أهي ده الدبليو الأولاني بيبقى تقيل. دبليو ويت اللي هي الوزن اللي هو بعد الغمر، وزن الفوطة بعد الغمر، ناقص وزنها العادي، وزن الجاف للفوطة على وزنها الجاف في 100. يعني عايز تعرف الفوطة دي بتمتص ولا لأ، أول حاجة بتاخدها توزنها وهي جاف، توزنها وهي جافة. بعد كده بتغمرها في المية لمدة 20 ثانية وتسيبها تصفي لمدة 5 ثواني وتوزنها، وتطرحها من الوزن الأصلي بتاعها على الوزن الأصلي بتاعها، وفي 100 هيديك معادلة الامتصاصية في 100. طيب لو الناتج طلع أكبر من أو يساوي 400%، الفوطة جيدة جدا في الامتصاص. الفوطة جيدة جدا في الامتصاص، يعني بتمتص 4 مرات من وزنها. يعني من 400 ل 600، طبعا 600 كل ما بتعلى كل اما معادلة الامتصاصية بتكون افضل. طيب عندنا معادلة ثالثة. في معادلة ثالثة اللي هي معادلة ارتفاع الوبرة. عايز اعرف الوبرة دي مرتفعة قد ايه. معادلة ارتفاع الوبرة اللي هي بالملي، الناتج الوبرة دي ارتفاعها قد ايه بالملي. هجيب وزن خيوط الوبرة فقط. يعني انت لو انت مشغل وبرة 24/2 هجيب وزن المتر المربع من خيوط الوبرة واقسمها على نمرة خيط الوبرة بالدنير مش بالانجليزي، بقسمها بالدنير على نمرة خيط الوبرة بالدنير. يعني ال 24/2 اقدر احوله لدنير. رو اللي هي كثافة القطن، ودي ثابتة. رو دي كثافة القطن تقدر تقول عليها ايه؟ ثابتة 1.54 جرام
على سنتيمتر مكعب. دي كثافة القطن. سي معامل الانضغاط، ودي بتبقى برضك ايه ثابتة. السي ديت ايه معامل السي ديت هي معامل الانضغاط، وديت بتبقى ثابتة، بتبقى 0.7 وتضرب في 10 وتضرب في 10، يبقى دوت معادلة ارتفاع الوبرة بالملي متر. طيب القاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول كل ما الوبرة تعلى الامتصاصية تزيد، لكن الفوطة بتتقل. يبقى ده معادلة ارتفاع ايه؟ الوبرة. طيب عندنا معادلة برضو مهمة. كثافة الوبر. عايز اعرف كثافة الوبر دي ممكن تتطرف في التصدير بالسنتيمتر المربع. اقدر اجيب عدد فتلات السدة بالعدسة، عدد فتلات السدة وديت اضربها في عدد فتلات اللحمة واقسم على 100 هيدينا بايل بير سنتيمتر مربع. يبقى كثافة الوبر في السنتيمتر المربع هقدر احسب عدد فتل السنتي او السدة، عدد فتل السدة في عدد اللحمات في السنتي واقسم على 100 هيدينا كثافة الوبرة. طيب كل ما البي دي بتزيد الفوطة بتبقى انعم، يعني الناتج ده اما بيزيد الفوطة بتبقى انعم. طيب عايزين نعرف برضو الفوطة دي بتكش ولا لا، معادل الانكماش. طيب ال او دي طول الفوطة قبل الغسيل. طيب ال1 ديت الطول بعد 3 غسلات. انا هغسل الفوطة دي 3 غسلات على درجة حرارة 60 على الطول الاصلي واضرب في 100. الفوطة القطنية مسموح اقل من 5%، يعني الطبيعي 3%. لو زادت عن كده يبقى المعالجة الحرارية ناقصة، مش معالجة حرارية. بيحصل لها ايه؟ بتكش. معادلة الانكماش. يبقى الطول بعد الغسيل، الطول قبل الغسيل ناقص الطول بعد الغسيل 3 مرات على الطول قبل الغسيل في 100. طيب نشوف المعادلات اللي بعد كده، ودي من اهم المعادلات اللي هي عايز تعرف الفوطة، عايز تعرف، وانا قلتها في فيديو قبل كده، عايز تعرف الفوطة سوفت ولا لا. يعني الاجانب او اوروبا عموما بيقولوا لك احنا عايزين فوطة سوفت. طب المعادلة ايه؟ سوفتنس اندكس بتساوي 1000 على عدد برامات البوصة بتاعت الخيط في جذر النمرة زائد 50 على الميكرونير زائد كي اللي هو ثابت التشطيب. يبقى الاس ديت اللي هي ايه في الاول؟ الاس دي اللي هي الاس اللي هي سوفتنس اندكس بعد كده بتساوي 1000 على عدد برامات البوصة. طبعا المقام ده كل ما يقل كل ما الرقم ده يزيد فالفوطة بتبقى انعم. يبقى الافضل ان انت تعمل فوطة بتعمل لها برامات تريكو. الوبرة بالذات بتعملها برامات تريكو في جذر النمرة زائد 50 على الميكرونير بتاع القطن بتبقى عارفه على كي ثابت التشطيب. لو معمول انزيم طبعا بيزيد، لو عملت سيليكون سوفت بتزيد بتبقى 30. ففي معالجة في حاجتين، في 3 حاجات هنا مهمين. ان برامات الخيط بتبقى قليلة، النمرة كل ما تزيد كل ما تكون الفوطة احلى، كل ما تزيد يعني لو عملت 30 على 2 افضل من 24 على 2 في الفوطة. الميكرونير برضك اما يزيد بيبقى كويس، الميكرونير بتاع الشعيرات اما يقل بيبقى برضك كويس، زائد ثابت التشطيب اللي هو لو في انزيمات بيبقى سيليكون سوفت. طيب في معادلات تانية، معادلة نسبة تغطية الوبر ده بتتساعد باي كفر فاكتور. بتبقى ايه البايل كفر فاكتور؟ فوطة اقتصادية بتبقى
دوت وزن الوبرة، خيوط الوبرة على الوزن الكلي في 100. فوطة 5 نجوم بتبقى 80 أو 75 ل80%. الناتج ده بيبقى من 70 إلى 80%، اسمه معادل نسبة تغطية الوبرة. طيب ايه تاني؟ معامل الحجم ده برضو مهم جدا. انت تقدر تعرف سمك الفوطة قد ايه، تقسم سمك الفوطة بالملي على وزن المتر المربع في 1000، هيدينا الباكنج فاكتور او معامل الحجم. طيب نظريا الفوطة BF8 منفوشة وناعمة، فوطة 4 مضغوطة وخشنة، الباكنج فاكتور ده مهم جدا. يبقى وزن المتر المربع ده مهم جدا، نقدر منه نجيب الباكنج فاكتور. احنا طبعا قلنا الGCM ده جبناه قبل كده اهو. جبنا ازاي وزن المتر المربع؟ وزن الفوطة على الطول في العرض عشان نجيب منها ايه؟ الباكنج فاكتور. ماشي. طبعا سمك الفوطة ده جهاز بيقيسه تحت ضغط 1 كيلو باسكال. طيب عندنا برضك حاجة في الامتصاصية. احنا قلنا قبل كده الامتصاصية اعرف امتصها عن طريق الغسيل، معادلة الغسيل. الفوطة وهي مبلولة ناقص الفوطة وهي جافة على الفوطة وهي جافة في 100، ولازما تبقى 400 اكبر من 400%، ولو وصلت 600 تبقى فوطة ممتازة. طب اقدر برضك اعرف عن طريق بدون غسيل؟ ايوه، في نظرية اسمها نظرية زيتيكوف اللي هي بتاعت الابسوربان، الامتصاص الكلي او اكتر حاجة في الامتصاص ثابت. زيتيكوف اللي هو 45 للقطن المصري، في ان عدد شعيرات في مقطع الخيط بتاع الوبرة، في اتش ارتفاع الوبرة، واحنا جبناه قبل كده. ارتفاع الوبرة اهو جبناه. ماشي. وزن المتر المربع بتاع الخيط على نمرة الخيط بالدنيا في الكثافة اللي هي ثابتة في ثابت معامل الانضغاط اللي هو 0.7. دي معادلة عالم اسمه زيتيكوف، عالم روسي، عمل المعادلة دي. كي اللي هي ثابت زيتيكوف 45 في عدد الشعير في جذر عدد الشعيرات في مقطع الوبرة، اتش اللي هي ارتفاع الوبرة، وجبناه على برم خيط الوبرة عدد برمات الفوطة. فده كله كان أهم المعادلات الأساسية في مجال الوبرة. تحياتي مهندس محمد كمال معتمد. أي حد محتاج حاجة في الغزول أنا تحت أمره. نقدر نجيب لكم من الهند، من الصين، من أي بلد. تليفوني 0100 825 4762 طبعا، أو 002 ده المفتاح بتاع مصر، 002 بعد كده 0100 825 4762.